تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم. يتجدد اللقاء بكم معي أنا خديجة برهان مع حلقة جديدة ومتجددة من برنامج خطوة في يوم الثلاثاء في نفس التوقيت. طبعا عنوان هذه الحلقة عقوق الآباء للأبناء، عقوق الآباء للأبناء. طبعا شوية العنوان غريب يعني، لأنه دائما نحن لما نتكلم عن العقوق والبر دائما نتكلم عنه إنه هو فقط للوالدين أو للأم أو للأب، وهذا الكلام صحيح يعني، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين يعني حتى بعد حقه سبحانه، فقال ولا تشركوا بالله وبالوالدين إحسانا. وهذا إن دل يدل على عظم الحق والمنزلة لهم ولمكانتهم، لأن هم بعد الله سبحانه وتعالى هم السبب في وجود هؤلاء الأبناء في هذه الدنيا، وهم السبب في عيشهم بهذا الشكل. فإيش أعظم شيء من الواحد يقدمه للشخص الذي أحسن إليه وكان سبب في حياته ووجوده إلا أنه يبره ويحسن إليه. والكلام طبعا كثير وكبير جدا في ذا الجانب، في اللي هو يعني عقوق مثلا موجه للآباء فقط، وعقوق موجه للأمهات فقط، وعقوق موجه لكليهما. هذا طبعا في جانب إذا كنا احنا نتكلم عن عقوق الأبناء للوالدين، لكن موضوع حلقتنا اليوم ما راح نتكلم أبدا عن عقوق الأبناء للوالدين، لأنه هذا الموضوع منتهي منه وفي معلومات كافية جدا وكثيرة جدا في هذا الجانب. لكن اليوم راح نتكلم عن شيء مهم جدا اللي هو ما حد يتطرق إليه، وعدم تطرق إليه إما جاي من الجهل أو أنه ما في شيء يستحق والجميع ساكت، اللي هو عقوق الآباء للأبناء. فلما نيجي نتكلم عن هذا الموضوع راح نتكلم عن جوانب كثيرة منه. هنتكلم عن أسباب هذه العقوق وكيف يكون العقوق للأبناء، أي في أي جوانب هذا العقوق يحدث، وحنتكلم عن أو حنذكر أشكال عقوق الآباء للأبناء. حنتكلم عن بعض الأشكال الموجودة، وبعدها رح نعرف إحنا كمان الأشياء التي لم نذكرها يعني موجودة في واقع الحياة، وحنذكر بعض الأحاديث والقصص في ذا الجانب، وحنختم بإذن الله تعالى بنصيحة موجهة للوالدين. فخلونا نبدأ بأول شيء أسباب العقوق. إيش أسباب عقوق الوالدين أو الآباء للأبناء؟ طبعا احنا لما قلنا حقوق الآباء للأبناء احنا قصدنا الأم والأب، أو الأب لوحده أو الأم لوحدها، فهي كلمة عامة يعني يشملها الوالدين. فإيش معناها العقوق؟ العقوق أصلا معناها القطيعة، عق الشيء أي قطعه، طيب، وأساء إليه. فأسباب العقوق، إيش أسباب العقوق اللي ممكن يحدث أو تحدث من الوالدين، أو كيف يحدث هذا العقوق؟ مع الأسف الشديد العقوق الذي يقوم به الوالدين تجاه الأبناء يحدث من خلال ممارساتهم، طريقة تعاملهم مع أبنائهم. كيف يتعاملوا مع أبنائهم منذ ما يولدوا أو حتى قبله حتى،
ولما ينولدوا ويبدأوا يربوهم ويعني ويعتنوا فيهم، من هذه اللحظة تبتدئ عملية العقوق. طيب كيف هذا العقوق ممكن يكون موجود؟ كيف أعرف أنه أنا في حالة عقوق لولدي ولا لست في حالة عقوق لولدي؟ أول شيء العقوق يبدأ من قبل أن يأتي الأبناء، من خلال اختيار الرجل للمرأة. طيب عدم حسن اختيار الزوجة أو أم الأبناء أو الأم المستقبلية هي أول خطوة من خطوات العقوق. يروح الرجل يتزوج أي وحدة، ولما نقول أي وحدة مش قصدنا نحن نقلل من النساء ولا من اللي يتزوجها، لا، إنما قصدنا أنه لم يدقق ولم يبحث ويفكر للمستقبل، هل هي تصلح أن تكون أم؟ هل هي تصلح أن تكون زوجة؟ لأنه بعض النساء تصلح تكون زوجة فقط لكن ما تنفع تكون أم على الإطلاق، وبعض النساء تصلح تكون أم لكن ما تصلح تكون زوجة. والرجل لما يبغى يروح يتزوج يبدأ يفكر أول شيء، عاجبتني ولا مو عاجبتني؟ شكلها حلو ولا مو حلو؟ تناسبني ولا ما تناسبني؟ أحبها ولا ما أحبها؟ هذه المعايير العامة اللي عند الناس في الزواج يعني. طيب وإذا مرة يعني ارتقوا شوية يقول لك دينها وحسبها ونسب، يعني يدخلوا فيها 100 شيء وشيء. هل هي متعلمة غير متعلمة؟ من أي عيلة؟ من أي قبيلة؟ من أي جنسية؟ من أي عرق؟ من أي لون؟ من أي صنف؟ يلا، ومن هذا الشكل يبدأ الكلام. على هذا الأساس الرجل يختار الزوجة مع الأسف الشديد هذه الأيام. ليش؟ لأنه هو يختار زوجة له هو فقط. طيب يعني اختارها كشريكة حياة تناسبه هو، لكن ما يقف مع نفسه وقفة كده بصدق ويسأل طيب أنا اخترت هذه الصفات اللي تناسبني أنا، طب هذه الصفات إيش الصفات اللي أبغاها في الأم التي سوف تكون أما لأبنائي؟ بهذا الشكل لازم يفكر. طبعا التفكير بهذا الشكل شوية مكلف، لذلك الأسهل أنه أنا أفكر تناسبني ولا ما تناسبني وبعدين أربيها ولا أعلمها ولا اللي يكون تأتي به الأيام. فإذا أول أشكال العقوق هو لما يكون الرجل يبدأ يختار زوجته التي سوف تكون أم أبنائه. طب ليش ركزنا احنا على مسألة الأم هنا ما ركزنا على الأب؟ لأنه الطفل أو الأبناء من يوم ما ينخلق أصلا قبل ما يخلق هم في بطنها، ولما يخرجوا من بطنها هم أكثر التصاقا بها هي وليس بالرجل وليس بالأب، فهم أكثر التصاقا نفسيا وعاطفيا وجسديا ومعنويا ووجدانيا بالأم. فهي الأم القادرة على تشكيلهم، على توجيههم، على تربيتهم، على وضع أولى الأسس واللبنات في عقلهم لمفهوم البر أساسا، إذا كانوا يبغوا يبروها هي ولا يبروا أبوهم فقط ولا يبروا الجميع. فهنا لما الرجل طبعا يسيء الاختيار خلاص أول خطأ ارتكبه هذا هو، لأنه لن تكون هذه الأم، إذا لم تكن هذه الأم صالحة أو الزوجة هذه الصالحة تتقي الله وتعرف تربي وتعرف تكون أم، فهي أبنائها راح تربيهم تربية عشوائية، تربية سيئة، تربية قائمة على العادات والتقاليد، على الانفتاح، على الحياة المودرن، على أي فكر، على أي شيء. وممكن ما تربيهم ولا توجههم، إنما هم يصيروا زي السفينة في البحر بدون قائد، فيتخبطوا يمين يسار وهي تتفرج عليهم. فطبيعي طبعا الآن أنا إيش أنتظر من أبناء تربوا هذه التربية؟ سواء كنت أنا أم ولا أب، إيش أنتظر؟ طبيعي حيبدأوا يعقوني. طيب زي ما تعطي تاخذ، إنما جزاء الإحسان الإحسان. فهذا أول أشكال العقوق. الشيء الثاني، الآن يأتوا الأبناء الدنيا، يبدأ الأب والأم ببنائهم جسديا بناء خاطئ. لما نقول جسديا إيش هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إيش؟ أيما جسد نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. فيتم إطعام هؤلاء الأبناء المال الغير حلال. ولما نقول مال غير حلال ممكن يكون مال فيه شبهة، ممكن مال يكون مغصوب، ممكن مال حرام، ممكن مال فيه ربا، ممكن مال من مصدر يغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا
أنا هذا الجسد ابني وبنتي نبت وكبر وتغذى بالمال الحرام. طيب، فأنا إيش أنتظر مع هذا الجسد الذي نبت من حرام؟ طبيعي يعني راح يأثر كل شيء بالشيء يعني. أو كمان ينشأوا ويكبروا، طيب ماشي نأكلهم حلال وكل شيء تمام، لكن ما اهتم إيش يدخل في جسدهم صحيا يعني، فخليهم يأكلوا الصالح والطالح واللي ينفع واللي ما ينفع. فيجيني الولد والبنت كثير الأمراض، كثير الشكاوي، عندهم مشكلة ذهنية، مشكلة عقلية، مشكلة عصبية، مشكلة نفسية، مشكلة صحية، ما يخرج من مرض إلا يدخل في مرض. فذا شكل من أشكال العقوق كمان. فعندنا كمان مشاكل إيش؟ أو في أي جانب؟ عندنا جانب العقل. أبدأ أنا أربي ولدي وبنتي وأدخل في عقلهم معلومات وطريقة أسلوب في الحياة أو طريقة في الحياة للعيش في هذه الحياة الدنيا بشكل عشوائي. أنا إنسان مسلم أو مسلمة، المفروض أني أنا أربي أولادي على أفكار الإسلام وطريقة الإسلام ومقياس الحلال والحرام والعمل لما يرضي الله. بهذا الشكل لازم يكون شكل الحياة تبعه، ويعيش في الدنيا كلها ويعرف تماما أنه هو عبد الله. لكن لما أجي أنا والله ما ألقنه الإسلام، اللهم يعرف الشعائر التعبدية وأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويصوم رمضان وخلص، ويبدأ يعيش بأفكار غير أفكار الإسلام، أفكار قائمة على العادات والتقاليد، أفكار قائمة على المصلحة، على النظام الخارجي، على أفكار غربية لأنه عايش برا، أي أفكار بس ما هي أفكار إسلامية. الآن أنا إيش أكون حطيت في باله بذور للتفكير على غير أساس الإسلام، وبطبيعة الحال على غير أساس الإسلام معناها لازم يكون على أساس المصلحة. وإذا فكرنا أنه هي على أساس المصلحة معناها أنه أنا إذا ولدي كبر خلاص لازم يفكر الآن في مصالحه فقط، ما له دخل لا بأبوه ولا بأمه ولا يوقف حياته عشانهم ولا أي شيء، يا دوب مرة في السنة إذا سلم عليهم ولا في العيد وفي رمضان اجتمع فيهم وخلاص كتر خيره معناها. فإذا أنا سببت في هذا العقوق. كثير من الآباء والأمهات لما يشتكوا إنه أبنائهم ما يزوروهم، طب ليش ما يزورك؟ ليش ما يزوروكم؟ والله ما يجوا إلا في العيد، من عيد لعيد، وفي رمضان مرة إذا شفناهم كويس وما يرسلوا أولادهم ولا نسمعهم ولا يشتكوا. طبعا إحنا نتعاطف لما نسمع هذا الشيء ونقول كيف هذا الكلام حرام، هذا اللي سووه ما يجوز، هذا الشيء الله سبحانه وتعالى ما أمر بكذا، ويا ويلهم اللي تسوى فيهم راح يسووه في أولادهم أو اللي سووه في أولادهم. بهذا الشكل يعني نناقش الموضوع. لكن لو دخلنا في عمق الموضوع حنلاقي إنه الأبوين هم السبب في هذا العقوق أو هذا التوجه للأبناء مع آبائهم في التعامل، لأنهم ما تعلموا الإسلام ولا تعلموا مفهوم البر ولا تعرفوا على مكانة الأم والأب ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى وكيف يكون برهم والإحسان إليهم. فبالنتيجة إيش أنا أنتظر من ولدي ولا بنتي؟ زي ما دخل في عقله أشياء هو هذا أنا راح أشوفه عمليا في واقع الحياة لما يمارسه. فإذا أدخلت أفكار على أساس الإسلام راح أشوف ولد صالح بار بوالديه، وإذا أدخلت أفكار غير أفكار الإسلام راح أشوف شكل من أشكال العقوق، ويكون أنا أساسا بدأت بعقوق ابني أو بنتي قبل أن يعقني. طالعين فاصل وراجعين لكم نكمل الجوانب الأخرى من أشكال أو أسباب العقوق للأبناء. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة،
ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. وقفنا احنا كنا جالسين نقول كيف يكون عقوق الأبناء من قبل الوالدين. عندنا كمان جانب مهم، الجانب الثاني اللي هو الجانب الوجداني. يبدأ الأب والأم يربوا أولادهم بقليل من العاطفة، يعني ما يعطوا الحنان اللازم، المحبة اللازمة، اللهو اللازم، التفهم وسعة الصدر. الكثير من المشاعر الحلوة جدا والجميلة جدا لا يتلقاها الأبناء، فيجي يلاقي الأب ناشف في كلامه في سلوكه، ما يضم أولاده، ما يحن عليهم، ما يمسح عليهم، ما يجلس يمزح معاهم، ما يتساهل ويصير هين لين مع أبنائه، يكون شديد. ليش شديد؟ لأنه هو تربى كذا، فيخاف إنه لو ما صار معهم شديد إنهم يكونوا يتفلتوا وما يحترموه ويصيروا فاسدين في الحياة، فيشد عليهم من هذا الباب. طبعا هذا الباب خطير جدا إنه الأب يفكر بهذه الطريقة وهذه العقلية أساسا، لأنه يولد نفور أولاده منه. نلاقي في بيوت كثيرة جدا الآباء من شدتهم، من إنهم قاسين وغير عاطفيين وما عندهم محبة وما عندهم، ما يكرهوا أبنائهم بس ما يعرفوا يعبروا عن حبهم بطريقة صحيحة لهؤلاء الأبناء. نلاقي الأبناء يعانوا مع هذا الأب، ففترة خروج الأب من هذا البيت هو أسعد لحظة وأهنأ لحظة لهؤلاء الأبناء. ليش؟ لأنه وجود الأب اللي بهذه الصفات يسبب لهم التوتر، طيب يسبب لهم القلق. ونفس الشيء نلاقي مثلا الأم طول الوقت تصيح، طول الوقت تصرخ، طول الوقت. فإيش يتربوا الأبناء؟ يتربوا على غير المشاعر، ما يعرف مشاعر الحنان والحب والرحمة والرأفة والكلمة الطيبة والأحضان الدافئة، هذه كلها ما يعرفوها. لما يكبروا الأبناء، الآباء الآن أصبحوا ضعفاء، والأمهات يحتاجوا أن ولدهم يجي يحن عليهم ويعطف عليهم ويبوسهم ويضمهم ويقول لهم كلمة حلوة. الولد ما يقدر، لأنه ما يعرف هذه اللغة ولا عمره أساسا أبوه ضمه، فكيف الآن الابن راح يضم أبوه؟ نحن نتساءل بعض الأحيان، بعض الآباء يجي يقول والله أنا أولادي ما عندهم هذه العاطفة، أتمنى يتعامل معي برحمة. طيب السؤال هو كيف تعاملت معهم وهم صغار؟ احنا لازم نعلم أبنائنا من خلال السلوك. فإذا أنا ما أضم ولدي ولا بنتي ولا أعطف عليه وما أكون بالي طويل معاه، أنا إيش أنتظر منه لما يكبر؟ فأنا من الأساس أنا جالسة أعلمه العقوق من خلال عقوقه وهو صغير. فالأساس في العقوق هو يبدأ من الأهل، من الأب والأم وليس الأبناء. الأبناء نتيجة، احنا بنشوف عقوق الأبناء للآباء هو كنتيجة فقط لما مورس عليهم. فهذه الجوانب مهمة جدا. أو جانب مثلا الجانب الروحي، ما يعلم الابن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفه بمنزلة الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفوا كيف أنه رب العالمين أمر ببر الوالدين. طيب أنه هو راح يجازيه على فعله هذا وبره وإحسانه، فيتركوا للدنيا وللظروف ولا إلى آخره. فيتفاجأ الأب أنه إيش بو ولدي ولا بنتي كذا سلوكياتهم، ما نحن اللي بنزرع قاعدين الآن. أو كمان في شكل تاني من أشكال العقوق طيب بس قبل ما نكمل أشكال العقوق، احنا كده خلصنا اتكلمنا عن كيف يكون عقوق الآباء للأبناء في هذه الجوانب الأساسية اللي هي تشكل عقلية ونفسية الطفل وهو صغير، فلما يكبر نحن بنشوف نتيجة أفعالنا. طب إيش أشكال العقوق اللي مارسوها الوالدين بالأبناء؟
أول شيء من أول أشكال العقوق أنه الأب مثلا يهين الأم أمام الأبناء. طيب لما الأب يهين الأم ويسبها ويشتمها ويقلل من قدرها واحترامها قدام أولادها، الآن هو عقى ولده، لأن الأصل أنه يحترم أمه ويحفظها ويحترمها ويحسن إليها أمام أبنائه وأمام الله سبحانه وتعالى أول شيء. طيب فلما الابن يتربى على أنه الأب دائما يهين أمه، إيش يتربى في داخله؟ يتربى في داخله كراهية لهذا الأب، نفور منه. فأول ما يصير الابن أو البنت متمكنين وأصحاب قوة وسلطة وخلاص خرجوا من طور أنهم أطفال صغار، حنلاقيهم يعطفوا على هذه الأم لكنهم يقسوا على هذا الأب. هذا الشكل من أشكال العقوق الذي يمارسه الآباء تجاه أبنائهم وهم صغار. نفس الشيء ممكن الأم كمان تسيء لهذا الولد. كيف تسيء له؟ من خلال الإساءة للأب، تروح تذكر أبوه من وراء بالسوء، ولا تشتم أبوه وتقلل من قدره واحترامه. فإيش يتربى عند الولد؟ نفس الشيء، نفور من هذه الأم وإحسان إلى هذا الأب. لما يكبروا يمارسوا هذا الشيء بشكل علني وواضح جدا. لذلك يتفاجئوا بعض الآباء والأمهات، يعني يقول والله ولدي هذا مو كثير معايا علاقته بأمه أكثر، أو تيجي أم تقول هذا الولد ولا البنت علاقتهم بأبوهم أحسن مني. لأن الآباء والأمهات ببساطة يفكروا أنه هم لأنهم آباء وأمهات فهم لازم بالعامية احنا نقول يعني يمرروا كل شيء على رقاب الأبناء من باب إيش؟ التخويف، أنه أنا أبوك وأنا أمك، يعني مسلطين عليهم كأنهم هم مسلطين على أبنائهم بحكم أنهم أنا أب وأنا أم. فبالتالي أي عقوق راح تسوي فيني أو تأذيني أو تسوي فيا شيء فرب العالمين راح يحاسبك ويعاقبك. طيب ما بعض الآباء والأمهات هم أساسا ابتلاء لبعض الأبناء من خلال إيش؟ ابتلاء ليش؟ من سوء سلوكهم، من قلة عاطفتهم، من عدم رحمتهم، من أذاهم، من شرهم، ابتلاء للأبناء. طب الأبناء هذول مين ينصرهم؟ هل الله سبحانه وتعالى ما راح ينصرهم؟ ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويأخذ بحقهم. طيب طبعا احنا ما قاعدين نسوغ ولا نحن نبرر للأبناء، لكن احنا جالسين نحاول نسلط الضوء على العقوق الذي يمارس على الأبناء من خلال الأب والأم، بس لأجل أنه هذا أبويا وهذا أمي فمسموح لهم أنهم يسووا معايا ويسووا فيا اللي يبغوه. ليش؟ لأنهم يخوفوا دائما الأبناء بالله سبحانه وتعالى وأنهم راح يذوقوا ويلاتهم. كمان شكل من أشكال العقوق اللي هو عدم الإنفاق على الأبناء. الأب والأم مثلا، الأب خلينا نجي نقول الأب مثلا ما ينفق على أولاده ولا يصرف عليهم ولا يعتني فيهم، يفكر انه هو يعني اذا سوى زي كده معناه حيربيهم على الشده والقوه والقسوه. وتيجي الام مثلا تهمل الابناء، ما تربيهم زي الناس ولا تقعد لهم ولا تعتني فيهم طول النهار، يا برا البيت يا جوا البيت مشغوله باي شيء، لكن ما لها علاقه بابنائها. هذا الشكل من اشكال العقوق. انا ايش انتظر لما اهمل ولدي ولا بنتي بهذا الشكل؟ لا اصرف عليه ماديا ولا اصرف عليه معنويا ووجدانيا. ما الذي انتظره منهم؟ طبيعي يعني أنا ما راح أنتظر شيء جيد، والناتج أساساً حيكون سيء جداً، لأنه زي ما تزرع تحصد. طيب عندنا كمان شكل من أشكال التربية وعقوق الوالدين بالأبناء اللي هو إهمالهم في مسألة التربية. ما يربوا تربية صحيحة ولا تربية جيدة، فيتركوا للأيام وللظروف، ويتركوا الناس هم اللي ربوهم والأجداد اللي ربوهم والجدات والجيران، والأب والأم متفرجين دائما وأبدا، ما لهم لا كلمة ولا توجيه ولا إرشاد. والولد إيش ما يسوي ما يعاقب مثلا ولا يربى ولا يهذب، وإيش ما يبغى من أشياء مضرة يوفر له بحكم إيش أو بحجة إنه أنا ما أبغى على ينقص على ولدي شيء، وما أبغى أكون شديد مع بنتي ولا ولدي. ليش؟ لأنه أنا عانيت من هذا الموضوع. فهذا كمان جانب من جوانب إهمالهم في التربية، فهو شكل من أشكال عقوق الوالدين بالأبناء. كمان من أشكال العقوق اللي هو إيش هو؟ أن الآباء والأمهات مع الأسف الشديد ما يجلسوا مع أبنائهم ولا يتعرفوا على أبنائهم ولا يتعرفوا على حاجاتهم النفسية والعقلية والجسدية، ولا يسمعوا لمشاكلهم ولا عندهم طولة بال. خلاص الولد كبر والبنت كبرت، ولا حتى قبل ما يكبروا مشغولين. الأب مشغول، الأب بشغله بوظيفته بأعماله، والأم مشغولة بحياتها الاجتماعية بأي شيء. فما حد قادر يحتوي هذول الأبناء من كل ناحية ويتخذهم هم استثمار لهم في هذا الجوانب. فلما يتعرضوا للإهمال والتهميش ويشعروا بهذا الشيء هؤلاء الأبناء،
طبعا لما يكبروا راح يردوا نفس الفعل هذا للوالدين، فبالتالي ما حد راح يجلس مع الأب والأم، والأبناء حيكونوا مشغولين مع حياتهم مع مشاريعهم، لأنه هذه أولوياتهم، لأنه هم صغار ما كانوا أولوية في حياة والديهم، فبطبيعة الحال لن يكون والديهم أولوية في هذه الحياة. كمان عندنا شكل من أشكال العقوق اللي هو الدعاء على الأبناء. مع الأسف الشديد هذا من البلاء والمصائب اللي دائما تتكرر، إنه الأب يدعي على أولاده ولا الأم تدعي على أولادها. ليش طيب تسوي زي كده؟ والله كنت زعلان. طب أبواب السماء مفتوحة، إيش حيفيدك الدعاء هذا عليه؟ بدل ما تدعي له بالهداية والإرشاد من الله وإن ربي يهديه، تدعي عليه ما هو سوى وفعل إلى آخره. طيب أنت إيش تستفيد من الدعاء ده كله؟ ما هو لو أصابه السوء واستجيبت الدعوة أنت سوف تعاني وتشقى، وطول الوقت ولدك وبنتك حيقولوا لك أنت دعيت علي أو أنت دعيتي علي يا أمي. بعد كده إيش أنا أنتظر من الأبناء؟ أنهم يقدموا لي البر على طبق من ذهب مثلا؟ أكيد لا، لا يمكن هذا الكلام. كمان اللي هو من أشكال عقوق الوالدين للأبناء اللي هو سب الأبناء وشتمهم، وهذا من الملاحظ الكثير. طبعا أنا ما أقصد الشتم العادي اللي الأم مثلا بسبب المعاناة تقوله، لكن تبالغ بعض الأمهات مع الأسف الشديد في شتم وسب أبنائهم سواء كانوا الذكور أو الإناث بطريقة مخجلة جدا، يعني تكسر كل شيء في داخل أنفسهم. أو مثلا بعض الآباء يشتم ولده أمام الناس وأمام العائلة ويصغر ويقلل من شأنه. ليش؟ والله عشان أنا أبوك. ومسكين الولد ما يقدر يرد على شيء. ليش؟ إيش يبغى يرد؟ إيش يبغى يرد إذا كان يتلقى الإهانة من والده أمام الناس؟ ما راح يرد. ليش؟ لأنه يفكر ثانية. فبعض الآباء بالفعل يعني يظلموا أبنائهم مظلمة عظيمة جدا من خلال شتمهم والتقليل من شأنهم. كمان نفس الشيء بعض الأمهات نفس الشيء تمارس على بناتها هذا الشيء، فتسبها مسبات يعني ما تعرف أنه أثر هذا السب على نفسية هذه البنت. مسألة الشتائم للأبناء هي مثل رمي الحصى الصغيرة على القزاز. مع اليوم ما راح ينكسر القزاز هذا، لكن استمر أنا في رمي هذا الحصى الصغير أو الحجر الصغير على هذا القزاز، في يوم من الأيام راح ينكسر تماما ويتهشم ويصعب جمعه. وهذا بالضبط اللي يحصل في نفسية الأبناء وفي قلوبهم ومشاعرهم، أنهم يشعروا بالذل والخزي والعار بسبب سلوكيات آبائهم معهم. فلما يكبروا يحملوا الحقد والكراهية لهذا الأب والأم، ويصير تعاملهم معهم تعامل زي ما نقول ناشف. من أشكال العقوق أيضا اللي هو إيش؟ ضربهم. طبعا هذا من ضمن الشتائم، أو إذا ما كان الضرب كان التفريق بين الأبناء في التعامل، فنلاقي عملية التمييز التي يقوم بها الأب مع أبنائه، أو الأم يفضل هذا الولد عن هذا الولد، أو هذه البنت عن هذه البنت، أو هذا عن هذا، لأي نوع من الامتيازات. ممكن يكون واحد من الأبناء يعني متفوق في الدراسة، ممكن يكون واحد من الأبناء يشتغل ويمون البيت ماديا، ممكن يكون واحد من الأبناء متميز، ممكن يجي واحد من الأبناء كذا سبحان الله محبة موجودة في قلب، مزروعة في قلب والديه تجاهه بزيادة. يعني المشكلة مش في المحبة هذه، المشكلة لما يظهر على شكل سلوك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يعني كان يدعو يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني مما لا أملك، لما كان في مسألة العاطفة تجاه زوجاته. والجميع كان يعرف أنه كان يحب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من النساء الأخريات. فالله سبحانه وتعالى ما يحاسب الإنسان على هذا الشعور أو هذه المحبة، إنما يحاسبه على السلوك. وهنا حيكون سلوك الوالدين هو عدم العدل بين الأبناء، فيخلق حالة من النفور والكراهية بين الأبناء. التفرقة هذه، وهذه الكراهية تنعكس بالنتيجة على الوالدين عندما يكبر هؤلاء الأبناء. طالعين فاصل وراجعين معاكم، وراح نتكلم بعد الفاصل عن بعض الأشياء التي تساعد على عدم عقوق الآباء للأبناء. لا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات،
ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل، وتكلمنا قبل الفاصل عن أشكال عقوق الوالدين بالأبناء. طيب، طبعا النماذج أو أشكال العقوق كثيرة جدا، وأكيد في كل بيت نحن مرينا بهذا الشيء، وممكن نحن بنمارسه مع الأسف الشديد مع أبنائنا، لكن ما بنعرف تماما أنه هذا شكل من أشكال عقوقنا لأبنائنا اللي راح يظهر أثره لما نكبر. طب يا ترى هذا كله إيش أسبابه؟ ليش طيب صار في هذا النوع من أنواع العقوق؟ طبعا له أسباب، ما هو شيء يعني بدون سبب، فله أسبابه الطبيعية جدا اللي توجده، ومعرفة السبب هو أول خطوات الحلول. فأول أسباب العقوق هو عدم معرفة الحقوق الشرعية للأبناء. الكثير من الآباء والأمهات والله يعني أنا أكاد أجزم أنه ما يعرفوا إيش حقوق الأبناء، ولا عمرنا إحنا أساسا أشغلنا نفسنا إيش حقوق أبنائنا علينا، ولا عمرنا سوينا بحث عن الموضوع ده، ولا قرأنا ولا توعينا. إحنا بنربي أبنائنا زي ما تربينا وزي ما الناس كلها بتربي، بنربيهم تربية كذا قائمة على الوراثة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، تجارب بس يحكوا لنا الناس ونربي على هذا الأساس. لكن هل جلسنا إحنا بصفتنا مسلمين وفكرنا إيش حقوق أبنائي الشرعية علي أنا، وبحثت عن هذا الموضوع بقوة؟ زي ما أفكر في موضوع الصلاة نفس الشيء لازم أفكر في موضوع أبناء، زي ما أفكر أو أبحث عن موضوع بر الوالدين وحقوق الوالدين، لازم أشغل نفسي بهذا الموضوع وأسمع وأفكر فيه وأشغل نفسي فيه وأراقب نفسي، هل أنا أمارس مع أبنائي هذا النوع من العقوق ولا لا؟ ليش هذا؟ طيب هذا يخليني أنا أحط يدي على أول خطوة من خطوات العلاج بتصحيح الأفكار والمفاهيم اللي عندي من خلال العلم الشرعي الصحيح. طيب، والسبب الثاني لأسباب العقوق اللي هو التخلي عن الدور التربوي. كثير من الآباء والأمهات في الواقع الحالي الموجود فيه، الأب يشتغل والأم تشتغل وكلهم مشغولين، ما عاد صار في دور تربوي، ليس هناك أب يربي. الأب ممكن يتحجج يقول والله أنا صرت أشتغل يعني دوامين وطول النهار غايب وتاركهم مع أمهم، والأم مثلا تكون تشتغل، فتاركينهم لمين يتربوا؟ مثلا تاركينهم للسوشيال ميديا، للأجهزة الذكية أو الغير ذكية، تاركينهم للمناهج الدراسية، تاركينهم للمجتمع، تاركينهم للمدرسة، تاركينهم للأصحاب، تاركينهم للجيران، لأي أحد يربي هؤلاء الأبناء. الأب والأم يفكروا إنه لو أنا والله حطيت أولادي في بيت وجالسين ياكلوا ويشربوا ويروحوا مدرسة ويجيبوا درجات كويسة، والله وما انحرفوا عن الطريق، لا راحوا يشربوا خمر ولا ارتكبوا ما يغضب الله الكبائر الكبرى، يعني إنه أنا خلاص كذا جالسة أربيهم صح. تربية ما هي أكل وشرب، تربية ما هي إن أنا أوديهم المدرسة ويجيبهم ويجيبوا درجات، مو هذا مو شكل من أشكال التربية أساسا، ولا هو تربية. هذه من مستلزمات الحياة، شيء لازم يعني لازم نقدمه إحنا لأبنائنا، زي الأكل والشرب، لازم أكلهم وأشربهم بشكل طبيعي يعني.
التربية موضوع كبير جدا. التربية أول شيء الأب والأم لازم يتربوا هم ويعرفوا موضوع التربية كيف يقوم حتى يستطيعوا تربية أبنائهم. فهنا لما تخلى الأب عن دوره كأب وكزوج، وتخلت الأم عن دورها كزوجة وكأم وكمربية، طبعا طبيعة الحال انحرف الأبناء، وأول ما صار عند الأبناء القدرة على الانطلاق في الحياة بمفردهم، إيش سووا؟ يعني تجاهلوا وقطعوا أبويهم من حياتهم، لأنه زي ما تعطي تاخذ. فلم يتفرغ لا الأب لتربيتهم ولا الأم لتربيتهم. فطبعا هذا أول شكل كمان من أشكال العقوق. وعندنا سبب ثالث اللي هو الانفتاح على الأفكار والثقافات المختلفة الأخرى اللي هي مخالفة تماما لفكرة الإسلام في التربية، في تربية الأبناء. لما أنا أنفتح على الأفكار الغربية والأفكار الغير الإسلامية والأفكار اللي ما تناسبني أنا لا كهويتي بصفتي مسلمة ولا تناسب حياتي، وأبدأ أخذ الأفكار اللي جاية من أفكار الغرب وطريقة الغرب في التربية والتربية الحديثة وإلى آخره ونظريات التربية، وأبدأ أطبقها على أولادي، بطبيعة الحال أنا جالسة أعقهم، لأنه نفس الشيء اللي ححطه عندهم أثناء تربيتهم من معلومات وأساليب تربوية ووسائل وإلى آخره راح يرجعوا هم يمارسوه علي. فعلاقي أولادي يجوني في الكريسماس، يجوني في العيد، يجوني في رمضان، انتهت القصة كلها. أكثر من كده ما راح يسووه. لو مرض الأب ولا الأم لن يقفوا الأبناء على رؤوسهم، لأنه خلاص تكونت أفكارهم ومفاهيمهم عن الحياة، وأن الحياة لازم تقوم على المصلحة وليست تقوم على طلب رضا الله وعلى مسألة الحلال والحرام وعلى مسألة الأحكام الشرعية. وهذا الشيء احنا نشاهده بكثرة. وطبعا احنا بكثرة لما نقول احنا أكيد في شيء مخالف لهذا، لكن احنا ما قاعد نتكلم عن المخالف، احنا قاعدين نحاول نسلط الضوء على ما جرى وشاع بين الناس، والجميع يتساءل إيش بهذه الأيام عقوق الوالدين كثير. طبيعي عقوق الوالدين كثير، لأنه أساسا الوالدين عقوا أبنائهم وما ربوهم بطريقة صحيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية ما تعاملوا معهم إنهم أمانات، والأمانات راح تسترد في يوم من الأيام. كمان عندنا من أسباب العقوق اللي هو سوء فهم التربية وخلل في التطبيق. يفهموا التربية صح، لكن لما يجي يطبقوها على أبنائهم يطبقوها غلط. طيب، فعدم الفهم الصحيح لموضوع التربية كيف يكون، وخاصة التربية على أساس الإسلام كيف يحدث، وعدم معرفة الطريقة والأسلوب المناسب لهذا النوع من التربية، طبعا يؤدي إلى نتيجة سيئة جدا، ونتيجة يعني مدمرة للأبناء بشكل أو بآخر. فهذه هي أسباب العقوق التي تمارس مع الأسف الشديد من قبل الآباء بجهل، بعلم، بأي شكل من الأشكال تجاه الأبناء، وبالنتيجة ينعكسوا على الآباء في المستقبل. كثير مننا يشتكي هذه الأيام من أبنائهم. الأبناء يرفعوا صوتهم على أمهم، يرفعوا صوتهم على أبوهم، يسيئوا طريقة الكلام، ما يعرف يتعامل بطريقة صحيحة، ما يخافوا الله، والله عندهم جراءة زايدة. جيل هذه الأيام، طبعا أكثر شيء يسمعوا جيل هذه الأيام، مو جيل هذه الأيام، آباء وأمهات هذه الأيام إيش قاعد يسووا عشان يكون عندنا هذا الجيل. لا يمكن الأب والأم لما يستثمر في ولده وبنته ويقعد له ويتعب نفسه وذهنه ويحشر نفسه ويحشر وقت ويوجد وقت ويخلق وقت حتى يقضي مع هذا الولد وهذه البنت، حتى يشوف إيش في عقلهم، إيش قاعد يتلقوا تربية، أصحح وأربي وأنظف وأحط وأعطي الكثير من الاهتمام والكثير من العاطفة لهؤلاء الأبناء. لما يكبروا راح يعطوني نفس الشيء، والسبب أنه الأبناء يثقوا في هؤلاء الأبناء الآباء، فحسب ما يشوف الولد يعرف تماما أنه هذا الصح، بغض النظر أنه عقله يفكر ويميز أنه هذا صح ولا خطأ، فيمارسه على أبويه. ولما يكبر يكتشف أنه اللي قاعد يسويه مع أبوه وأمه غلط، وأن ذا عقوق ما يقدر يغيره، لأنه يقول لك والله هو كان يسوي معايا كذا وأنا صغير، هو ما رباني على الإسلام، هو ما أحسن إلي، هو ما كان عاطفي معايا، هو دائما كان يضربني، هو كان دائما يشتمني مثلا. إذا كان مسلط، طبعا الكلام في هو هنا مش لازم يكون للآباء، لأنه بعض الأمهات برضو قاسيات. أو يقال مثلا والله أمي دائما كانت تفرق بيني وبين أختي، أو تفرق بيني وبين أخواني، وأمي دائما كانت تيجي علي، وأمي كانت دائما تشتمني، أمي دائما كانت تحرجني مثلا، يجي هذا كله. فلما يكبروا يطلعوا كل هذا الغضب في اتجاه أبويهم إلا من رحم الله. وهؤلاء لما يحسنوا ويبروا بآبائهم، لما ندخل جوا قلوبهم نلاقيهم ما يحبوا أبوهم وأمهم،
لكن يقول لك خلاص إيش أسوي؟ الله سبحانه وتعالى أمرني بهذا الشيء وهذا ابتلاء، إيش أسوي فيه؟ أنا جالس أتعامل مع ابتلاء. فبدل ما يكون الأبناء أو الآباء هم سبب سعادة وسرور أبنائهم، وإنه الأبناء طول الوقت يعني يدعو الله بطول عمر لهذا الأب والأم، يشوفوهم عبء. ليش؟ لأنه الآباء مسلطين على أبنائهم. وفي شيء مرة مهم، كثير من الآباء مثلا يتسلطوا على أموال أبنائهم، ويتسلطوا على قراراتهم، ويتسلطوا على كل شيء. ليش؟ بحكم أن أنا أبوك وأنا أعرف، ولا تخالفني حتى لا يصير الله يعاقبك. فمثلا يخليه يختار تخصص في الجامعة ما يبغاه، ولا البنت مثلا نفس الشيء، ولا يزوجوهم بطريقة ما تمت لقراراتهم أو لرغباتهم بالصلة، ويستخدموا في هذا الشيء سلطة أن أنا أبوك أو أنا أمك وأغضب عليك وأزعل عليك. فمن خوف الأبناء أنه يغضب الأب عليه أو تغضب هذه الأم عليهم، يقبلوا بأي شيء من هذه الأشياء، لكن في قلبهم هم عندهم حالة نفور من هذا القرار ومن هذا الموقف اللي اتخذ تجاههم. هنا طبعا يعني استخدام هذه السلطة بطريقة سيئة تغضب الله سبحانه وتعالى أول شيء. ثاني شيء عاقبتها سيئة على من يستخدم هذه السلطة بحكم أن أنا أبوك ولا أمك. حتى الآباء والأمهات لما يتكلموا مع أبنائهم يذكروهم فقط الحكم الشرعي أو الحد الشرعي في هذا البر وهذه الطاعة، حتى الابن يكون متيقظ للموضوع ويجعل أن الله سبحانه وتعالى هو المراقب لهذه الأفعال وهو الذي سوف يحاسب عليها وليس أبوه ولا أمه. في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. فهنا كان في دعوة عظيمة جدا أنه يؤدب الأبناء ويربوا بطريقة جيدة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وعون الولد على بره هو أن احنا ما نكلف أبنائنا ما لا يطيقون. ولما نقول ما نكلفهم مو لازم يكونوا كبار عشان نكلفهم، حتى وهم صغار لازم ما نكلفهم فوق طاقتهم من خلال ما نمارس نحن عليهم من أسلوب خاطئ، من قسوة غير مبررة، من قرارات أو تعاملات مع أبنائنا قائمة على الخوف. والله ما أبغى ولدي ينحرف، أخاف بنتي يصير فيها كذا، أخاف مش عارف إيش، أو الناس يقولوا، أو المجتمع، أو يخلي مسألة التربية هذه اللي هي مفروض تكون من أجمل الأشياء التي يمارسها الأب والأم تجاه أبنائهم هي أصعب شيء. لأنه مسألة التربية لا تنتهي، مسألة أني أربي ولدي ما تنتهي، لكن أهم مرحلة عمرية أن أنا أربي فيها ولدي حتى يحسن إلي ويبرني ولا يعقني هي لما كان تحت ظلي، لما كان تحتي وفي يدي، لما كان هو صغير. لما أجي أوجه وأربي بحنان وبعطف وبفهم وبعلم وبالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى، وأربي على محبة الله وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه يعني يحبني من خلال سلوكي القائم على العدل، على الرحمة، على الشفقة تجاهه، أكيد 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 لن يعق هذا الولد أباه ولن تعق تلك الفتاة أمها. لا يمكن هذا الكلام. واللي يمارس العقوق لو تشوفوا حياتهم راح تلاقوا أنه الأب كان له يد في هذا العقوق الذي يمارس عليه الآن، أو هذه الأم كان لها يد في هذا الشيء. لا يمكن إنسان يقوم الصباح والله ويعق أبوه وأمه ويكون ناشف معاهم وما يعرف يتعامل معهم. لا يمكن هذا الكلام، مستحيل. لكل شيء يعني هذه سنة كونية، لأن في أسباب أدت إلى ذلك. فهنا نقول إحنا من شكل مهم جدا من أشكال عقوق الآباء للأبناء هو عدم تربيتهم التربية القائمة على فكرة الإسلام وعلى مبدأ الإسلام، وعلى عدم معرفة الحقوق الشرعية التي يجب أن توجه لهؤلاء الأبناء ويأخذوا حقهم فيها. فهنا نذكر كثير من الآباء والأمهات أنهم ينتبهوا لهذا الموضوع ويراجعوا أنفسهم. وفي حياتنا وفي قصصنا ومع عائلاتنا في أشياء كثيرة من هذا الشيء نحن نمر عليه، ودائما نقول يعني إحنا ما حصلنا على الحنان أبويا ولا أمي، وما حصلت على المشاعر هذه وما أعرفها. ومع الأسف الشديد نحن نرجع نمارس نفس الأخطاء مع أبنائنا. فهنا خطوة لازم نرجع لورا ونبدأ نتعلم من خلال الممارسة. فأبدأ أمارس الحنان مع أولادي اليوم، لأنه ما هو عذر أن أنا والله ما كان أبويا وأمي حنونين معايا ما أحن على أولادي. لا،
أبدأ أحن عليهم حتى ربي يبارك لي فيهم ويرزقني برهم وطاعتهم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بر أبنائنا وإحساننا، وأن يرزقهم برنا وإحساننا إليهم، وأن نؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيهم. كنت أنا معكم خديجة برهان في برنامج خطوة بعنوان اليوم عقوق الآباء للأبناء. إن شاء الله تعالى ألتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد.